إلى إنجلترا والنرويج. هذه مباراة التي تجمع منتخبين أوروبيين. المنتخب الإنجليزي تصدر مجموعته، والمنتخب النرويجي وصل إلى هذا الدور بعد إقصاء المنتخب البرازيلي في إحدى أكبر مفاجآت البطولة. برأيك من يأخذ الزخم المعنوي النفسي الأكثر، الأفضلية؟ هل المنتخب النرويجي الذي أقصى المنتخب البرازيلي، أم إنجلترا التي استطاعت أن تتجاوز المكسيك بلاعب منقوص؟ صحيح، هي مباراة كسر عظام، يعني بالتعبير الدارج كده. رائد فضاء الكرة العالمية دلوقتي هالاند، والناحية الثانية في واحد من أفضل اللاعبين هاري كين. مبارزة بين الاثنين على خضر، ما تقدرش تدي أفضلية المنتخب على حساب الآخر. منتخب النرويج مر في الدور ربع النهائي بمواجهة صعبة جدا 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 وقوية أمام منتخب البرازيل، وقدر انه يفوز 2-1، وكان هو الطرف الافضل في المباراة وعذب البرازيل. اسماء كتيرة موجودة في منتخب انجلترا، لكن برضو المنتخب النرويج اللي فاجئ الجميع بمستواه لديه لاعب من شبه فرصة، مش هقول ربع ولا نص فرصة، نعم، من شبه فرصة، وهو ايرلينغ هالاند. يستطيع ان يسجل ويصنع فارق. مواجهة قوية، التكهنات مرفوضة. أنا أيهما كابتن؟ لسه هقول لك. أيهما يمتلك قدرات هجومية متنوعة أكثر؟ هل المنتخب الإنجليزي يمتلك أجنحة، يمتلك القدرة نعم على الوصول من العمق، أم المنتخب النرويجي برأيك؟ النرويجي بيعتمد بالدرجة الأولى على تمرير الكرات العرضية واستغلال طول القامة عند هالاند وضربات الرأس القوية، واحيانا لما هالاند يسقط للخلف بينتظر تمريره ويسدد سواء من داخل او خارج منطقة الجزاء، وهو العنصر الفعال الابرز في منتخب النرويج. لكن منتخب انجلترا عندهم ساكا يقدر يمرر كويس، عندهم هاري كين، عندهم بلينجهام اللي قدم واحدة من افضل مبارياته امام المكسيك، نعم. ايضا عندهم راشفورد لما بيشارك يبقى قادم من الخلف. عندهم اسماء كبيرة. يمكن قد يفتقد المنتخب واحد من اهم لاعبيه في لقاء الغد، وهو ديكلان رايس بسبب المرض، لكن موجود غير ديكلان رايس يقدر يعوض غياب ديكلان رايس. لكن في النهاية هتكون مباراة كبيرة، والصراع الحقيقي من وجهة نظري هيكون بين